كروس ملحة بالحمسة. شوفوا الجمال، شوفوا اللذاذة. سويتها بحمسة الطماطم. تعالوا أراويكم الطريقة. أول شي في ملة بحط بيضتين بخفقهم، بضيف بعد كذا معلقتين زيت، وبعدين ماي، ونقلب. بعد كذا بضيف حليب ورشة ملح، كركم، فلفل أسود، بيكنج باودر، ونقلب. بعد كذا بنضيف كوبين طحين جميع الاستعمالات ونقلب. بكذا القروص جهزت عندي على النار في المقلاة بدون أي زيت بدون أي شيء. ننزل خليط القروص وأسوي بهذه الحركة، أو عاد الحركة اللي تحبوا تسووها عشان نفرد العجين. بعد ما تبدي بس تستوي الطبقة الأولى حط شوية سمن وأحمرها. وهذه مجموعة كامل خلصتها. الحين بنسوي الحمسة. بحط سمن، بصل، ونقلب لحد ما يذبل البصل. بعدين بنزل الثوم ونقلب. بعد كذا بحط معجون الطماطم. طبعا المقادير كلها مكتوبة عندكم بالشاشة وتحت الفيديو. بابريكا، فلفل أسود، بهارات مشكلة، وشوية كركم وملح طبعا، ونحمس مع فلفل أخضر حار طبعا اختياري. بحط نص كوب طماطم مقطعة أو علبة، وبحط دبس رمان ونقلب. نحمس لحد ما تنشف الصلصة. والحين قدمتها أنا. حطيت القروص، بعدين حطيت الحمسة، وبعدين حطيت القروص بهالطريقة. ممكن تغيروا طريقة التقديم على كيفكم، تلفوها مثل الساندويتش، تسووا لها رول. أنا حبيت أقدمها بهالطريقة. وباقي الحمسة حطيتها في صحن جانبي عشان اللي يبغى يزيد. وبس، والله عليكم العافية.